إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة. البارومتر تبعنا بقياس، والله العظيم يعني احنا اطفال، اي قضيه بتصير لها علاقه بالامه العربيه على طول بنقول طب شو موقف الجزائر؟ على طول هو المقياس، هو البارومتر تبعنا، هو اللي احنا بنقيس فيه الوطنيه. عشان هيك يا اخي سبحان الله الصوره اللي حطوها لخصت الموقف الجزائري. قد ما طلعت ونزلت وحكيت ودخلت في معارك وطوشات والى اخره، بتظل يا عمي الجزائر هي اللي شفتوها بهذه الصوره. لخصت خادم الحرمين والدور المشبوه اللي عم بيلعبه برسمه في ملعب كره قدم رفعت. دائما أنا عشان هيك والله اي موقف يحصل، انا هيك يعني كصحفي، أي موقف يحصل له علاقة بالأمة العربية وبقضايا الأمة العربية والقضايا الفلسطينية على طول بسأل أو بحبش إنه شو موقف الجزائر الرسمي أو الشعبي، لأنه دائما متوافق. يعني عمري ما شفت موقف شعبي مختلف عن الموقف الرسمي الجزائري في قضايا تتعلق بالأمة العربية والقضايا العربية. على طول إيش موقف الجزائر؟ في قضية الاعتداء على سوريا على طول أنا كنت أسأل إيش موقف الجزائر؟ في قضية الاعتداء على العراق شو موقف الجزائر؟ هو المعيار هيك قاموس، يعني هو جهاز قياس الحرارة القومية والعربية والوطنية. عشان هيك هذا مش عارف مين اللي قال لك وسوف نرد، ترد على مين؟ اللي قال لك أكيد سيكون لنا موقف رد على الجزائر، شو يعني بدك ترد على شو؟ وانتوا كل الناس بتفكروهم يعني ممكن تشتروهم تعريفي وتردوا بتهدد في شو؟ بتهدد في شو؟ يعني ايش اللي بدي يطلع في ايدك انك تعمله مع شعب جبار زي الشعب الجزائري؟ يا ابو طقعه يا اللي بتهدد، تقول ليش ببعث الكوماندوز يقروا قلتك يا زلمه فضحتونا. وتحيه الى الشعب الجزائري العظيم، لأن هذا الموقف الذي يتعلق بالقرار المشبوه السعودي الترامبي الذي له علاقة بالقدس، هذا سيسجله التاريخ للجزائر شعبا وحكومة.